الكل عمال بيتآمر على مصر ليه؟ تركي الشيخ واسرائيل وعلاقتهم بالمتحف المصري الكبير. تركي الشيخ عارف الموضوع، جه قبل الافتتاح وجه لسن على الاثار وقال لك الاثار واحنا 7000 سنه وفي اثار مش عارف، واي خبط في اي رزع. المعلم الظاهر كانت دماغه عاليه حبتين، فقال لما يعلي فراح معلي في التاريخ والاثار. المهم، وجه برضه اثناء افتتاح المتحف المصري الكبير دفع فلوس ملايين لمنصه اكس علشان موسم الرياض هو اللي يطلع الترند رقم 1، ومع ذلك برضه المتحف وافتتاح المتحف هو اللي طلع الترند. بيبص لتفاهات بسيطة هي فرقاله بيدفع فيها ملايين كتير جدا، مع رغم يا معلم هي مش فرقالنا. احنا خلي بالك بنفتح وعلى الله وربك بمشيها، مش فارق لنا الكلام ده كله. ده تركي. طيب اسرائيل كان في من ضمن الشركات اللي كانت شغاله في المتحف المصري اثناء الانشاء، كان في شركه مسؤوله انها تعمل السور بتاع المتحف. الشركه دي كانت جايه مقدمه ورق فيه رموز وفيه شويه تفاصيل خاصه باليهود. الشركه دي حطتها على اساس ان هي ايه، هتتدارى كده في النص وهتخش ومحدش يحس. مين اللي خد باله من الموضوع؟ المخابرات. طب المخابرات مالها ومال المتحف؟ لا 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 لا، كل شيء خاص بمصر بيبقى فيه ناس من بره كده عايزين يعملوا فيه حاجه. المخابرات خدت بالها من ده. يتضح ايه الموضوع؟ ان الشركه دي اللي جايه تعمل السور ده، الشركه دي باتفاق مسبق مع اليهود ان هم يحطوا علامات يهوديه في السور عشان يحشروا نفسهم في اي حاجه تخص مصر. هم اليهود طول عمرهم كده عايزين يحشروا نفسهم في التاريخ بتاعنا، في اهراماتنا، في اثارنا، في حياتنا. عايزين يا جماعه انتوا كل اللي يخص بني اسرائيل في مصر ان هم كانوا شغالين خدامين عند المصريين فقط لا غير. وجه سيدنا موسى خدهم وراح خارج بيهم وخلاص الموضوع انتهى. انتوا كنتوا خدامين والله مش اكتر، انتوا العمال وانتوا الخدم. فيجي عندك تركي آل الشيخ برضو. انت كده يا معلم، اصل كده تركي الموضوع مش على قد ان هو بيناقش في المصريين، انت كده بتأذي المنصة وان انت تطلع رقم 1 ولا موسم الرياض. ادي تركي بيأذي في ناحية وادي اسرائيل في الناحية، مش عارف ان هم متفقين مع بعض ولا لا. والناحية التانية احنا على فكرة احنا ماشيين على الله، وعشان كده ربنا بيسترها معانا.